انت تخيل معايا لو في حاجة تقدر تكلم بيها ربنا مباشرة، عارف ايه هي؟ الصلاة. الصلاة مش مجرد حركات، الصلاة هي عماد الدين، وهي تاني ركن من أركان الإسلام. ودي اللحظة اللي قلبك بيقف فيها قدام ربنا ويقول له يا رب. الصلاة هي الطريقة اللي بتجمع العبادة والدعاء والخشوع، هي راحة للقلب قبل ما تكون فرض عليه. بصوا بقى، جبت لكم حاجة حلوة قوي. ايه ده؟ بشكله جميل قوي. طبعا يا حبيبتي، خدوه. شكرا يا ماما. يا ولاد، عارفين ايه أحلى حاجة في رمضان؟ الاكل والفانوس. لا، أحلى حاجة إننا بنصلي جماعة وبنروح التراويح. تراويح دي اللي بنقف فيها كتير. انتوا مستعدين يا حبايبي؟ يا بابا انا جاهزة. طيب اقرأ يا بنتي. وانا كمان يا ابي. انت كمان يا ولدي. انا بحب القراءة. الصلاة جماعة يا عمر بتدي ثواب أكبر وبتخلي قلبك مرتاح. مش انا هصلي جنبك يا بابا. يعني لو صليت لوحدي اقل؟ أقل، بس الجماعة أحسن وأجمل وثواب أكبر. ما تخافش يا حبيبي، أنا معاك. بس انا خايف. مفيش حاجة تخاف منها، أنا جنبك. طيب يا ماما. أنا واقف صح؟ لا يا حبيبي. أنت كده بتصلي ناحية التلاجة. طب ما التلاجة دي بركة رمضان. يلا يا أبطال، هنروح التراويح. انا جاهزة، بس هو في حلويات بعد الصلاة؟ لو سمعتي الكلام جوه المسجد يبقى ممكن. طب انا هسمع الكلام بس على قدي. يلا يا أبطال، هنروح التراويح. انا جاهزة، بس هو في حلويات بعد الصلاة؟ واو، المسجد من جوه شكله جميل قوي. انا حاسة قلبي هادي كده. عشان ده بيت ربنا يا حبايبي. هنا في المسجد صوتنا يبقى واطي. حاضر، زي النينجا. انا كمان نينجا. انا فرحانة قوي. انا كمان، بس رجلي هتوجعني شوية. الحمد لله، كانت صلاة جميلة في المسجد. الحمد لله يا ولدي، ربنا يحفظكم. يلا بقى، تعالوا نتعشى سوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحس بتعب الدنيا يقول أرحنا بها يا بلال. يعني الصلاة كانت راحته مش حمل عليه. عشان كده لما نيجي نصلي نكون على طهارة، لبسنا نضيف وطاهر، نستقبل القبلة بكل احترام، وقلبنا يلجأ لربنا بصدق. الصلاة مش بس 5 دقايق في اليوم، دي 5 فرص ترجع بيهم لقلبك الحقيقي. كل ما تتعب صلي، كل ما تحزن صلي، كل ما تحتار صلي. لأنك لما تقول الله أكبر بتفكر نفسك إن ربنا أكبر من أي مشكلة في حياتك. قولولي في التعليق، نخلي الصلاة راحة مش عادة. سبحان الله، المسجد هادي وجميل، أشعر بالسلام والقرب من ربنا. خلي رمضان السنة دي مختلف. ابدأ من بيتك. حضن الماما. حاضر حبيبي، أنا بحبك قوي. وأنا كمان ما بحبك أكتر. طيب خلاص، حضني أحلى حاجة.